اهلا وسهلا. الفيديو ده على السريع ومن غير تحضير، لكن الحقيقه الفكره كنت عايز اتكلم فيها بقالي فتره، وقلت بدل ما اقعد اجل الفكره عشان الفيديو يطلع بشكل معين، قلت لا اتكلم في الفكره اللي انا عايز اقولها لان هي مناسبه جدا الحقيقه لبدايه السنه. الفكره اللي كنت عايز اتكلم فيها للناس اللي على طول بتفكر في النجاح ومشغوله بالنجاح وادوات النجاح وازاي الواحد ينجح، وازاي الواحد لما بينجح يفضل مستمر على نجاحه ده. الواحد منظور ولفكره النجاح بتختلف كل ما بيمر العمر وكل ما الوقت بيفوت. فانا حبيت ان انا اقول لكم وجهه نظري في النجاح النهارده وانا عندي 38 سنه، اللي هي مختلفه جدا عما كنت اصغر من كده، واللي غالبا هتختلف لما اكبر في السن اكتر من كده ان كان في العمر بقيه. يعني انا من وجهة نظري ان الاجابة على السؤال الملح اللي بقاله فترة طويلة جدا بيثار، وكل واحد بيكون عنده وجهة نظر في الاجابة، وممكن تكون وجهة النظر صح او غلط، الا وهي الواحد يشتغل في حاجة بيحبها، ولا الواحد مش شرط يكون بيشتغل في حاجة بيحبها، بس المهم ان هو يكون بيشتغل في حاجة نسبيا مرتاح فيها وشايف ان هو بيأدي فيها، اللي هو موضوع الباشن، وان كل واحد يسيرش على الباشن بتاعه. الحقيقة انا بقى عندي وجهة نظر مختلفة جدا في موضوع الباشن ده، ممكن الناس تختلف معاها، بس ده بالعكس ده يثري النقاش يعني. وجهة نظري ان في حاجتين اساسيتين مطلوب ان هم يكونوا موجودين في اي حاجة الواحد بيعملها عشان ينجح، ومش من ضمنهم الباشن. الحاجتين دول هما الصبر، والحاجة التانية هي المثابرة أو البرسيستنس. ما شفتش حد نجح في حاجة الحقيقة، لا في حاجة دنيوية ولا في شغل ولا في رياضة أيا كان، إلا وكان عنده بال طويل ونفس طويل، وكان عنده بيرسيستنس ان هو يؤدي الحاجه اللي مطلوبه منه اللي هو حطها لنفسه بشكل يومي. عاده لما حد بيكون عنده نفس قصير شويه ومش بيصبر، عادة مش بيلحق ان هو يجني ثمار المجهود اللي هو عمله، فده موضوع الصبر. والحاجة التانية ان حتى لو حد عنده صبر بس يكون عنده ups and downs كتير، يعني ممكن يشتغل يوم او يومين وبعد كده ما يشتغلش يوم او يومين، فما بيكونش عنده كونسيستنسي، بيكون فيه تذبذب. التذبذب ده الحقيقه بيخلي ان البرفورمانس بتاعه ما يكونش كونسيستنت، فتلاقي ان هو بيقدم خطوه وبعد كده يرجع خطوتين وبعد كده يقدم خطوه وبعد كده يرجع خطوتين. فهم دول التو بوينتس من وجهه نظري ان هم لو موجودين في اي عمل انت بتعمله، ان انت يكون عندك صبر، ان انت ما تستعجلش تحصد الثمار، تشتغل شهر وبعد كده تقول طب فين اللي انا بدور عليه، لا تصبر شويه ويكون عندك فيجن ان كل المجهود اللي انت بتحطه ده هيؤتي ثماره، بس مش شرط يكون دلوقتي. والحاجة التانية هي persistence، ان انت on daily basis you show up وتشتغل وتجتهد، ما يكونش عندك ملل وما يكونش عندك زهق وما يكونش عندك تصلقه، يكون عندك ضمير في الكواليتي اللي انت بتقدمها لنفسك، ان انت تكون بتقدم كواليتي مرضيه ليك انت، ان انت تكون as much as possible زي ما لعيبه الباسكت والامريكان بيقولوا to perfect your craft، ان انت تحاول الحاجه اللي انت بتعملها تعملها بحرفيه شديده جدا كل يوم. طب فين موضوع الباشن في الموضوع؟ انا شايف ان موضوع الباشن ده حاجه اساسيه عشان ان انت تكون بتحقق اهدافك. يعني ان انت تكون بتعمل حاجه انت شايف ان القيمه بتاعتها انت تقدر يو كان ريليت للقيمه دي، وشايف ان القيمه دي حاجه نابعه منك وانت نابع منها، وبتقدم حاجه لنفسك ولغيرك فيها القيمه دي، فساعتها الباشن بيكون مهم قوي. لكن لو اي عمل توافر فيه المثابره او الصبر، ان يكون فيه كونسيستنسي وبرسيستنس وبال طويل، هينجح. طبعا لكل قاعده استثناء، بس انا بقيت حاسس وبقيت شايف يعني من التجربة اللي الواحد مر بيها ان هم دول العاملين الرئيسيين في اي نجاح، ان انت يكون عندك بال طويل وما تكونش مستعجل الثمرات، وفي نفس الوقت يكون عندك شيء من الروتينية في العمل والروتينية في الأداء، مش الروتينية بالمعنى السيء اللي هو فيه الرتابة والملل، لا، بس ان انت يكون عندك كونسيستنسي. اه ممكن كنت تكون كل يوم بتعمل حاجات جديدة وبتحاول تعمل حاجات انترستنج، لكن ات ذا اند حتى لو الشغل مش انترستنج والحاجه اللي بتعملها النهارده مش انترستنج، لكن تكون بتعملها، يكون في كونسيستنسي في الاداء، ان شاء الله يكون في ساعه في اليوم او ساعتين في اليوم او 10 ساعات في اليوم، وات ايفر انت، وعلى حسب كل واحد على حسب طاقته، لكن قد ان يكون في استمراريه في العمل لوقت طويل. هو مالكوم جلادويل اشار للموضوع ده في كتابه ذا اوتلايرز، وقال ان ذا 10000 اور رولز، ان لو واحد عمل حاجه لمده 10000 ساعه بعديها بيبتدي يبقى محترف فيها ويبقى توب ليفل فيها. وفي ناس انتقدوا النظريه دي، بس انا متفق معاها، ممكن ما يكونش من ناحيه العدد ان هي 10000 ساعه تحديدا، لكن متفق معاها من ناحيه الفكره، ان الكونسيستنسي في اي حاجه بتعلي الاداء وبتخلي ان انت في الاخر موست بروبلي بتوصل للنتائج اللي انت عايزها. الباشن بقى هو عباره عن باك جراوند موجود، لو اضيف للنقطتين دول الصبر والمثابره او اضيف ليهم يبقى حاجه خطيره، يبقى انت كده يعني بتعمل
حاجه انت مقتنع بيها وبتحبها وفي نفس الوقت صابر عليها ومش مستعجل الثمرات، وبتؤدي فيها بشكل يومي. ده يبقى انت كده يا جماعه يعني كل حاجه كويسه في حاجه ممكن تكون بتعملها. لكن حتى لو مش بتعمل حاجه انت يور باشنت اباوت، مجرد ان انت بتعملها بشكل روتيني وبشكل مستمر وبتصبر عليها ومش بتستعجل مش بتزهق، ده ان شاء الله يخليها تنجح. فقلت اشير معاكم الثوت دي في السنه الجديده، لان اكيد كلنا في نهايه كل سنه وبدايه كل سنه بنقف مع نفسنا وقفه ونحاول ان احنا نشوف عملنا ايه صح وعملنا ايه غلط وايه اللي ممكن نطوره في السنه الجديده. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله.